مع سلسلة حلويات العيد. اليوم عندنا حلوة الهلال كما تشاهدوا، جد رائعة وهائلة. هاد الحلوى تقليدية قديمة من أيامات الزمن الجميل، رائعة رائعة وهشيشة وبواحد النكهة وواحد المذاق جديد. نتمنى أنكم تجربوها وتعطيني الرأي ديالكم، لأنها فعلا رائعة رائعة رائعة. نبداو على بركة الله بالمقادير. هنا عندي 100 غرام ديال المشماش و100 غرام ديال الزبيب. غادي نرقدو في الماء ونمسحو ونديرو في الطحانه ونزيد معاه 2 معالق ديال الماء الزهر، وغادي يجي على هذا الشكل هذا كما تتشاهدوا. هنا عندي 125 غرام ديال الزبده، 2 بيضات، كاس ديال الزيت، كاس ديال السنيده، خنيشه ديال خميره الحلويات، قبصه ملح، معلقه بومبي كبيره ديال مايزينا، والمشماش والزبيب اللي طحنا، ومعاهم واحد البرتقاله حكيتها الجلده ديالها حكيتها باش نسم. كما تشاهدوا درت الزبده مع السكر، دلكتها مزيان والملحه، زدت عليهم 2 بيضات ودلكتها مزيان، وغنزيد عليها كاس ديال الزيت كما غتشاهدوا معايا، وغنبقى ندلك فيها ونضرب فيها وندخل ديك المواد كاملين في بعضياتهم مزيان مزيان. وغادي نزيد المعلقه الكبيره اللي قلت لكم بومبي عامره ديال المايزينا، وخنيشه ديال خميره الحلويات ديال 7 ولا ديال 8 غرام، ندخلهم مزيان. وغادي نبدا نزيد في الدقيق بشويه بشويه كما غتشاهدوا معايا في الفيديو شارح نفسه. هنا زدت المشماش والزبيب والليمون كما قلت لكم اللي طحنته، وديك الجلده ديال الليمون اللي حكيتها، دخلتهم مزيان في العجينه. عاد بديت نزيد في الدقيق كيف ما تتشاهدوا معايا. كما تتشاهدوا معايا دخلت الدقيق شويه بشويه، ما تصبوش في الاول، بقاو بشويه بشويه تزيدوا في الدقيق. وهاد العجينه ما تتبغيش العجن تبقاي تخلطيها بصباعك حتى تجي على هذا الحجم هذا كما تتشاهدي معايا، رطبه وتجي هكايا كما تتشاهدي. درتها بلاستيك ودخلت للثلاجه لمده ديال نصف ساعه، قسمت على 2 درت 2 بلاستيكات وخدمت بالمدلك، درتها على شكل مربع ولا شكل مستطيل. نوريك الحجم ديال السمك ديالها كما غادي تشاهدي معايا في الفيديو شارح نفسه. بقيت تندلك فيها ونقاد فيها بشويه بشويه تجي متساويه ديال العجينه ديالي، وغادي نبدا نقطع فيها. وهنا جا الفران انا شعلته على درجه الحراره 150 وغنخليه يسخن وتنبدا نوجد في العجينه ديالي. ها السمك ديالها كيف ما تتشاهدوا معايا هو هذا. وهنا المطبع انايا درت المطبع مشنف، ولكن من الاحسن انها تقطع بالكاس حسن. مع انا دايره فيها المشماش والزبيب، من الاحسن انها تقطع بالكاس، يكون ما مشنفش المطبع باش ما تجيش مشينتفه كما تتشاهدوا معايا. بالكاس غتجي احسن. دهنت هنا ببيضه مع الخل، وغادي نزوقها بالبيستاش جا مهرمش كما تتشاهدوا معايا. التزيين تيبقى اختياري، يعني ديري اللي حبيتي، ديري جنجلان، ديري اللوز، ديري الكركاع، يعني الكاوكاو اللي حبيتي تقدري تزيني به. تقدري كاع ما تزينيها دهنيها بالبيض وتدخليها الفران تجي رائعه ولذيذه. انا بغيت ندير ليها منيضه زوين بالبيستاج، فيها شويه المنظر مغاير كما تتشاهدي. وغندخلها الفران، غنحطها في الوسط وغادي نقص على العافيه لدرجه 120، حيت كاين الفران تيكون سخونه البنات. داكشي علاش تنقص انا العافيه باش طيب لي الحلوه ديالي على خاطرها. وكيف ما غادي تشاهدوا معايا ها كيفاش خرجتها، جات رائعه وهائله ولذيذه وهشيشه. وديك البنه ديال المشماش وديال الزبيب رائعه 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 مع الزبده، ما نعاودش لكم. نتمنى انكم تجربوها. انتم كما تشاهدوا كيفاش جات. نتمنى انكم تجربوها وتردوا عليا الخبر. زدت عليها شويه سكر كلاصي كما تشاهدوا معايا. ونتمنى الوصفه والحلوى ديال الهلال ديال الزمن الجميل انها تنال اعجابكم ولا تجي هشه ولذيذه ورائعه. نتمنى انكم تجربوها. السلام عليكم.